السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض أسعار العملات المصرية القديمة. جمعة طيبة مباركة للجميع. النهارده هنتكلم عن عملة مهمة جدا مصنوعة من الفضة، وهي عملة الواحد جنيه. تم إصدارها في 9 يناير سنة 1968، وكان لها مناسبة سعيدة، هو توليد الكهرباء من السد العالي. لما مصر بدأت بإنشاء السد العالي كان لها هدفين من الموضوع ده. أولا، الهدف الأول كان حجب مياه الفيضانات اللي كانت بتغرق محافظات الصعيد، لدرجة إن هي في سنة من السنين مية الفيضان وصلت لأهرامات الجيزة. أما الهدف الثاني فكان بناء على ازدياد عدد سكان مصر، كان لازم شيء السد ده يتعمل عشان يتم توليد الكهرباء للاكتفاء الذاتي، عشان الكهرباء تكفي المنازل والمحافظات والمصانع، يعني نوصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي في الوقت ده. فبدأ التفكير وإنشاء السد العالي، السد العظيم، القطعة الفنية اللي من رموز مصر في العصر الحديث. فتم إصدار الواحد جنيه ده بالمناسبة السعيدة دي، اللي وزنه 25 جرام، مصنوع من الفضة، بيحمل في أحد وجوه الجمهورية العربية المتحدة. للجمهورية العربية المتحدة لأن مصر وسوريا كانت في حالة وحدة، كان بيحكمهم الزعيم جمال عبد الناصر. كان مصر في الوقت ده القطر الجنوبي وسوريا القطر الشمالي. والوجه الآخر بيرمز للكهرباء ورمز للزراعة اللي هي السنبلة، مصنوع من الفضة زي ما أنا قلت لحضراتكم. شيء راقي جدا، حاجة فخمة بأمانة. 25 جرام زي ما أنا قلت، تم إصداره في 9 يناير 1968. بيعمل من 1000 ل 2000 جنيه في الوقت اللي احنا فيه. ابحث عن كنوز العملات المصرية القديمة، دور في دولابك، في بيتك، في دولاب جدك جدتك، دور في جيوبك، ابحث عن العملات المصرية القديمة. وتابعنا على التيك توك محمد حكيم، لايك ومتابعة واكسبلور. على اليوتيوب قناتنا اسمها محمد حكيم بورسعيد. تابع معانا كل جديد، واشكركم واشوفكم على خير. السلام عليكم.